صباح السعادة والبهجة والأمل والتفاؤل، صباحكم كله خير وسلام وبركة. احنا بقينا على مشارف سنة جديدة، كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. وكل سنة الحقيقة بننوي ونتمنى انها تكون سعيدة، بس مش بنفكر ازاي فعلا نخليها سعيدة. ويا ترى ايه اللي بيمنعنا من الشعور بالسعادة والرضا؟ يمكن مخاوف بنخلقها جوه عقلنا، يمكن قلقنا من المستقبل مثلا، يمكن حياتنا فيها تحديات ومصاعب وابتلاءات مش قادرين نواجهها ونتعامل معاها. طيب ايه هنعمل؟ ايه؟ تعالوا بقى نعرف الحكاية ونعرف ونفهم مشاعرنا ونتعلم نتعامل معاها صح علشان نعيش الحياة الطيبة اللي نستحقها حقيقي. معانا الجميلة كوتش هند صلاح، مدرب توازن حياتي وعلاقات ومعالج شعوري وممارس تحرير المشاعر والصدمات. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا داليا، ومبسوطه بالتواجد معاكي النهارده، وشكرا على التقديم الرائع. والله انا اللي مبسوطة جدا جدا من قبل ما نطلع هوا واحنا قاعدين مبسوطين بصراحة. تسلمي يا رب. طيب خلينا نبدأ. كنت بقول في المقدمة ان احيانا اللي بيعوق شعورنا بالسعادة هو لو في عندنا في حياتنا مصاعب او تحديات. فقوليلي ازاي نتعامل معاها او ازاي نستقبلها صح، لان هو طبيعي الحياة مش كلها وردي يعني، فازاي نستقبلها صح؟ طيب، هو مبدئيا احنا اصلا تعودنا، او الشائع دلوقتي هو ازاي بقينا نستقبلها. لاننا اصلا جيل مر باحداث كتيره جدا ومر بهموم كتيره جدا، فبقى موضوع ان انا خلاص انا مش قادر، انا بقيت حاسس بمشاعر سلبيه كتيره جدا، فبقى الموضوع ان هو بقى يستقبلها بشيء من اللامبالاه او بشيء من السخريه. وده طبعا اكبر سبب في انتشار او في اقبال الناس على المحتويات الغير هادفه، زي ما انت بتشوفي على التيك توك على والسوشيال ميديا عموما. فطبعا لما تيجي تقولي له على محتوى هادف يقول لك انا مش ناقص، خلاص انا فيلم كفايه، خليني مكفيني. اضحك شويه. بالظبط. فهي الفكره كلها احنا مش بنقول ان احنا ما نشيرش الكوميك او نتعامل مع الموضوع بشيء من السخريه من انفسنا، لا، خلينا نعمل كده وكل حاجة، بس احنا محتاجين شيء من الجدية في التعامل ده. احنا بنشوف مثلا سير شباب فلسطين ازاي ان هم بيتعرضوا للقتل، ازاي بيتعرضوا للعنف، ازاي يتعرضوا للتهجير، يعني شايلين يعني ما لا ومعبيين يتحمله فعلا. البشر. مش هتكلم طبعا، مش هقول في العموم، لكن معظم الشباب دي هو شباب جاد وشباب بيستحمل. فاحنا بس محتاجين ان احنا نتعلم شيء من الجدية من الأمثلة دي. محتاجين ان احنا نفتكر الحاجات الصعبة اللي احنا عدينا بيها قبل كده، ونفتكر ان احنا فعلا عديناها. فده اللي احنا محتاجينه حاليا بدل اللامبالاة والسخرية. طب لو انا يعني شخص ممكن عكس كده، ببقى يمكن عايش في خوف وقلق، مش واخد الموضوع بلا مبالاة، فيعني عندي مخاوف في حياتي، ازاي ان انا اسيطر على خوفي ده؟ طيب خلينا نقول اصلا فكرة اللامبالاة مش معناها ان انا مش خايف. هو انا بتعامل، انا خايف من جوايا، بس عشان انا بقاوم شعور الخوف، وعشان انا رافض اصلا شعور الخوف، فانا الظاهر بالنسبه لي ان انا لا، انا بتعامل باللامبالاه، بضحك على نفسي. بالظبط، حاجه زي كده. هي الفكره اصلا ان احنا ما تعودناش ندي مساحه لمشاعرنا انها تتكلم. احنا لو ادينا اصلا ان احنا من طبيعتنا البشريه اصلا ان احنا نحس مشاعر ايجابيه زي مشاعر سلبيه. طب لو ادينا بقى، لو فهمنا الحقيقه دي، ولو ادينا مساحه للخوف اللي احنا حاسين بيه، هنفهم انه ايه يتواجد، الفكره اللي وراه. يعني طبيعي يتواجد ان انا خايف، بالظبط، اتبقى متفاهم ان انا خايف من ايه دلوقتي. بالظبط، هنفهم ايه الفكره اللي وراه. يعني انا دلوقتي الشعور المسيطر، انا خايف من المستقبل. لو جينا نتعمق فيه اكتر، طب انت خايف من المستقبل ليه؟ انا عايز امن حياتي وحياه اولادي، وانا مش واثق ان انا قادر اعمل ده. فلما بنتعمق بقى اكتر بنوصل لفكره ايه؟ انا عايز اسيطر على النتائج، انا عايز اسيطر على المستقبل، بس انا مش عارف. وفي نفس الوقت ايه؟ انا عشان عارف ان انا مش هسيطر فايه، فانا خايف اعمل حاجه فتيجي النتيجه عكس ما انا عايز. فبالتالي اللي هو ايه، لا انت حد هيحملني المسؤوليه، اللي هو هيقول لي ما انت لو ما كنتش عملت كذا ما كانش حصل كذا. فللاسف هو ده اللي بيحصل علينا. طيب ما هو اعمل ايه عشان اتجنب المشاعر دي؟ لان هو طبيعي كلنا عندنا بنسب متفاوته، يعني برضو بنعمل بلان، بنبقى عايزين حاجه معينه تحصل في المستقبل، خايفين انها ما تحققش زي ما في دماغنا. فازاي نتعامل اصلا من غير ما نروح في اتجاه السلبيه بقى او المخاوف تسيطر علينا؟
طيب عشان نعمل كده اصلا، هو اول حاجه زي ما احنا قلنا ان بعد خلاص احنا ادينا للشعور حقه، خلاص انا من حقي احزن، انا من حقي اخاف، ده شيء طبيعي مش لازم ارفضه، لا اديله مساحته. بس خدت مساحته مخلوش يسحب معايا بقى، اللي هو مش هنمشيها لا انا خايف على طول هيمد معايا طول السنه، لا انا حاسس بالحزن مش قادر ان انا اعمل حاجه. طب فاعمل ايه في الوقت ده؟ مجرد ان انا ادركت ان في حاجه جوايا انا رافضها، فانا بمشي في طريق ان التقبل، ان انا اتقبل اصلا ان الدنيا دي ربنا خلقها ايه، ربنا خلقها زي ما فيه الشيء وفيه عكسه، زي ما صح. فيه الخير فيه الشر. انا مش مطلوب مني ان انا ارفض الشر، انا مطلوب مني ان انا اقبل وجوده زي ما هو، لكن الحاجه الوحيده اللي يتحكم فيها ايه، يختار طريق الخير يختار طريق الشر. ازاي مثلا ايه ان انا اخد بالاسباب عشان احمي نفسي من الشر ده. لما بنيجي بقى مثلا نشوف اتعلم بقى فلترة الفكر ازاي، ان انا ادخل الفكرة السلبية اللي في دماغي لمكنة الافكار، ودي بتمشي على 3 مراحل. هل الفكرة اصلا اللي انا بفكر فيها دي هل هي مرنة؟ بمعنى ان انا لما بحس ان الفكرة دي ممكن تيجي على احتياجاتي الاساسية، هل بتسمح لي بشيء من الاستثناءات، هل بتسمح لي بشيء من البدايل، لا ولا وضح انا لي بقى الحته دي. يعني مثلا ايه، يعني انا في فكره معينه في دماغي عماله تقول لي انت مش هتقدر تعمل كذا، انت مش هتقدر تامن مستقبل اولادك. منين هتجيب طيب منين انا باجي وازاي؟ بمسك في إيه؟ لا لا، مجرد ان انا امسك في الفكره دي مش بتخليني اعمل حاجه او احط خطوات للتنفيذ امشي عليها. لكنها بتعمل لي حدود، محدوديه في التفكير. بالظبط. فاللي هو ايه، لا هو كده، انا بقى مش مطلوب مني اعمل حاجه، انا اصلا مش قادر اعمل حاجه، هو كده. فيحس ان هو اصلا مجرد ان هو ما بيعملش حاجه، ايه اللي بيحصل؟ ما انت كده اصلا انت واخد قرار انك ما تعملش حاجه، فانت كده كده بتضر بمستقبلك وبتضر مستقبل اولادك. وبتروح تجاه النتيجه اللي انت خايف انها تحصل، فانت بتحققها بايدك. بالظبط، هو ده فعلا اللي بيحصل. طب اما اجي المرحله الثانيه ان انا اعمل ايه، الفكره دي اصلا واقعيه ولا مش واقعيه؟ يعني ايه واقعيه؟ واقعيه يعني مثلا هل بايدي ان انا احطها في التنفيذ وشايف لها نتائج، سواء النتائج دي كانت سلبيه ولا ايجابيه، ولا هي فكره غير واقعيه مجرد عامله لي مكنه تفكير سلبي وانا ماشي تايه في تفكيري، ومفيش بقى بالنسبه لي اي نتائج او اي ملامح ظاهره لاي حاجه. وكتير قوي من افكارنا بتبقى ملهاش اي اساس من الصحه ولا ليها اي علاقه بالواقع، بتبقى مخلوقه من مخاوف. ده اصلا سبب التفكير المفرط اللي الكل بيعاني منه، ان محدش بياخد قرار حازم. انا مش عايز اخد قرار، ليه؟ لان هو اصلا مش عارف، مش فاهم المشاعر اللي هو بيمر فيها، فبالتالي مش فاهم الفكره اللي وراها ومش عارف ان هو يتعامل معاها. طيب هل الفكره بالنسبه لي دي داعمه؟ يعني ايه داعمه؟ يعني بتسمح لي ان انا اتعلم، بتسمح لي ان انا اشتغل اطور نفسي، ان انا اسعى، ولا هي فكره مقيده معيشاني كانسانه مستنزفه وتعبانه وضحيه صح. طول الوقت؟ بمعنى اوضح، يعني هي بتفيدني في حياتي او لا؟ بالظبط. فمجرد ان انا اتعلم ازاي بقى الفكره اللي في دماغي دي امررها على مكنه اللي بسميها فلتره الافكار، ده مع الوقت وبالتدريب بيعودني ايه الافكار اللي مش ملهاش لازمه بالنسبه لي، انا خلاص اخدت قرار ان هي دي ما فعلا ملهاش لازمه، مش مفيده بالنسبه لي، مش بتخدمني، فبوقفها. ايه الافكار المفيده؟ فاللي هو ايه، خلاص عرفت ان انا اتعامل معاها ازاي، اخد خطوات فيها ازاي. يعني انت حضرتك وضحتي اكتر من سؤال عشان افلتر الفكره بتاعتي او اقيمها. اول حاجه هي فكره واقعيه او لا، فكره بتخدمني او داعمه او لا، كان في حاجه قبلهم؟ هي فكره واقعيه او فكره مرنه او فكره داعمه او لا. داعمه او لا. فمهم ان احنا نسال السؤال ده عشان نقف، ما نبقاش ماشيين كده مخنا بودينا في اماكن واتجاهات مش عايزينها. طبعا. طيب الناس اللي عايزه تسيطر على النتائج دايما، اللي هو دايما عينيه على اللي قدام وانا عارف انا هعمل ايه وهوصل وبس، يعني ممكن جدا لما يمشي خطوات تجاه هدفه وما يحصلش النتيجه اللي هو في دماغه كان يعملها، بيحصل له صدمه او ازمه. طيب فازاي يعني نتحرر من رغبه في السيطره على النتيجه؟ جميل جدا. خلينا نتكلم على نفس المثال، لانه هو الغالب علينا دلوقتي بسبب الازمه اللي احنا عايشين فيها، اللي هو الخوف من المستقبل. يبقى انا دلوقتي زي ما قلنا المفروض ان احنا نتقبل طبيعتنا اول حاجه كبشر، يبقى في ربنا اوجد الشيء واوجد عكسه. طيب ايه كمان، ان انا اتقبل اصلا ان في العقل له حدود. العقل بطبيعته مش بيستوعب ان يبقى فيه قدامه حاجز
تجاه المعرفة. لا، هو عايز يعرف كل حاجة، هو عايز يسيطر على كل حاجة. فكرة بقى ان انا اعرف ان انا كبني ادم ربنا ما صممنيش عشان اتعامل مع المستقبل، دي فكرة مهمة جدا. حلوة قوي النقطة دي. لانها هي مجرد اصلا تأكيد لإيه؟ أنا لما بعمل كده، أنا لما بتقبل ده، إيه اللي بيحصل؟ أنا بأكد على قلة معرفتي قدام كمال معرفة الله سبحانه وتعالى. الله. ومجرد ان انا بعمل كده، ده في حد ذاته، الفكرة دي في حد ذاتها هي بتبقى بالنسبة لي خريطة طريق. طيب اتعامل مع ده ازاي؟ طب هقولك دلوقتي ان انا اعرف الاول ايه، إن في معلومة حلوة جدا ان هو بيقولك ايه، كل المخلوقات ربنا امرها بالسجود، لكن الحاجة الوحيدة اللي ربنا ميز بيها الانسان ان هو يعملها عن دون سائر المخلوقات هو الركوع. طب هتقولي لي ايه؟ هقولك هو ايه اللي بيركع في جسم الانسان؟ قولي لي انت كده. هو الحاجه، خلينا واحده واحده، راسه. ايه اللي جوه الراس ربنا ميز بيه الانسان عن بقيه الكائنات؟ العقل. فالعقل لما بينحني ايه اللي بيحصل؟ هو بينحني عشان بيكون منتهى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وبيبقى استسلام ايه بقى؟ استسلام ان انا مش عايز طاقتي تنفذ في مهمه انت يا رب ما خلقتنيش ليها. الله. فكره ان انا افهم بس الكونسبت ده، ايه الجمال ده. ايه الجمال ده بجد. يعني بصي، هي فكرة التسليم اللي هو دي الاقدار والمستقبل، دي مش وظيفة بشرية، هي وظيفة الهية من الطراز الاول. احنا ليه نقوم بيها؟ يعني هي دي وظيفة وده اللي بيهدر طاقتنا وبيخلينا طول الوقت حاسين بالهموم. بالظبط. فالتسليم بيريحنا، وكمان بيخلينا نوصل للنتائج اللي احنا عايزينها احلى من اللي احنا عايزينها بدون مجهود. فاحنا ليه ما بنعملش كده؟ كمان مش بالشكل اللي احنا عايزينه، لا ده بالشكل اللي ربنا الانسب لينا، اللي ممكن ما نبقاش عارفينه. احنا ممكن احيانا عشان نوصل للنتيجه الافضل لينا بنمر برحله من وجهه نظرنا هي صعبه، بس هي في الاخر لما نوصل بنعرف احنا ليه مشينا الطريق ده، عشان هو الاحسن لينا فعلا. الله ينور عليك. بجد انا سعيده قوي، الوقت بيجري معاكي والكلام معاكي حلو قوي وطالع من القلب فعلا. انا استقبلته بقلبي، واتمنى كل اللي بيتفرجوا علينا يكونوا استقبلوا بقلبهم برضو. شكرا جدا لوجودك. شكرا لك. وعايزه اقول ان جلسات تحرير المشاعر والصدمات بتفرق كتير جدا. فبليز اللي حاسس ان هو محتاج يفرغ مشاعر او حد يسمعه يعبر عن مشاعر ما كانش فاهمها او عايز يفهمها، فالجلسات دي هتفيده جدا. صح؟ طبعا. نورتيني. فاصل صغير، ما تروحوش في اي حته، مستنيينكم.